أنا كنت فاكرة إني خلاص شفت كل حاجة في حياتي، بس اللي شفته جواه أوضة التمريض مع المريض ده عمري ما كنت أتخيله. حاجة أكبر من عقلي، أكبر من أي خيال، أحجام كبيرة جدا عمري في حياتي ما شفت زيها. أنا اسمي سارة، عندي 40 سنة، طول بعرض والبطيخ كبير والرمان مشدود، وبصراحة المسائل على الآخر. أي حد يا جماعة كان بيشوفني كان بيقول عليا فرسة وعايزة خيال. بصراحة يعني أنا بشرتي بيضة جدا، وبصراحة ملبن. أي حد كان بيشوفني يقول عليه ملبن. المهم في اليوم ده حصل موقف معايا ما يتوصفش. أول ما شفت حاجات كبيرة جدا. أنا بشتغل ممرضة في مستشفى، فكان في واحد تعبان من حدثة، فدخل المستشفى، فأخدناه ودناه أوضة التمريض. راح على السرير، وبعد كده أنا اللي كنت بسعفه. وأثناء ما أنا بسعفه لاحظت إن الراجل ده أسمراني شوية، وعليه شنب بسم الله ما شاء الله كل رجوله، بس شكله كده يعني حزين جدا. المهم كان في كدمات خفيفة عالجتها، وعدى 4 أيام والحمد لله ربنا أخد بإيده بقت صحته كويسة. لما صحي من النوم طبعا أنا كنت دايما براعيه وبشوف طلباته كده. في اليوم ده يا جماعة حصل اللي عمري ما توقعته. المهم طبعا هو كان اسمراني زي ما قلت لكم، وبصراحة كان كله رجولة، يعني بسم الله ما شاء الله، اللي يشوفه على يعني بالسمر. عمره ما كان السمار مشكلة بالنسبة لي. أنا بشوف الراجل من ناحية شخصيته ورجولته، مش أسمر ولا أبيض ولا غني ولا فقير. الراجل ده فلق عالي وشخصيته قوية. المهم في اليوم ده بدأ يبص لي بنظرات غريبة جدا، وقال لي انتي مين؟ قلت له على فكرة انت عملت حادثة وجينا نقلناك كده من مستشفى. قال لي الله على الجمال والحلاوة والرقة والأنوثة دي. بصراحة بعد كده يا جماعة المستشفى اللي حصل فيها الموقف ده كانت مستشفى كبيرة جدا، حتى كل أوضة محدش كان بيسأل بيروح لها ويشوفها أو يعمل زيارات عليها. المهم في اليوم ده أنا عمري ما صادفت رجالة، أول مرة أشوف راجل عن قرب. دايما كنت بشتغل مع الستات، إنما أول مرة في حياتي أتعامل مع راجل. المهم الراجل ده كان أسمراني شوية، وبصراحة عليه الشنب يغفى عليه السوق. أول ما شفته اتجننت. المهم بعد ما ربنا شفاه وعفاه وصحته بقت كويسة، وأنا اللي كنت مسؤولة عن تمريضه، فبسأله بقول له إيه اللي حصل بالظبط؟ قال لي والله ما أنا عارف، هي مجرد حادثة حصلت، كنت راكب العربية فوجئت لقيت نفسي في المستشفى. يعني قلت له بقول لك إيه؟ قال لي نعم. المهم يا جماعة في اليوم ده طلب مني طلب غريب جدا. بعد ما سألته انت عندك أهلك؟ قال لي أنا مقطوع من شجرة وعايش لوحدي في بيت قديم. فقلت له ليه ما اتجوزتش؟ قال لي والله ظروفي صعبة جدا ما قدرتش اتجوز بسببها. بعد كده سألته سؤال، قلت له ايه حلم حياتك أو ايه الحاجة اللي انت عايزها؟ قال لي عمري في حياتي ما جربت الحب، عمري. قال لي أمنية حياتي وحلم عمري نفسي اتجوز. وقلت له طب ما تتجوز حد من ناحيتك. قال لي والله الظروف المادية صعبة جدا فمش هقدر اتجوز. طب يعني أنا والله كنت عايزة أساعدك، بس أنا ظروفي برضو وحشة. قال لي طب الحاجة التانية اللي تقدري تديهاني هو الحب. قال لي عمري في حياتي ما جربت إحساس الحب، ونفسي أعيشه مع واحدة تكون غلبانة تهتم بيا تقبضني تسأل عليا. وبصراحة يا جماعة قال لي أنا مخنوق من قعدتي في المستشفى، في جنينة في المستشفى؟ قلت له طبعا في. ولما وقف المسائل كانت على الآخر، وبصراحة لما شفت اتجننت، اتهوست، مصدقش نفسي. قلت معقولة في أحجان بالشكل ده؟ وبصراحة يا جماعة بعد ما كنت رافضة أساعده من جوايا بقيت عايزة أساعده بأي طريقة، وفعلا اتعلقت بيه وحبيته، واديته المشاعر اللي هو كان مفتقدها من احتواء وحب وحنان ودفى ودلع. كنت بقول له كلمة حلوة، كنت بجيب له حاجات حلوة، شوكولاتة، ورد. الراجل ده اتعلق بيا، وقعت في المحظور فحاجة عمري ما كنت أتوقعها إنها ممكن تحصل، واديته اللي هو عايزه، وللأسف حصلت الحاجة اللي ما كنتش نتوقعها.
وقعت في المحظور مع الراجل ده مرة واتنين وتلاتة جوه المستشفى. بس بصراحة برغم إن أنا كنت قرفانة من نفسي إني عملت كده، إلا إني والله يا جماعة بجد لأول مرة في حياتي أحس بمتعة الحب ومتعة الجواز. وبعد كده يا جماعة خرج الراجل ده من المستشفى، قال لي عنوان بيته، فبصراحة بعد ما خرج كل شوية كنت بروح له هناك في البيت. خلاص بقيت مجنونة بيه، بقى هو كل شيء في حياتي. تعلقت بيه ما قدرتش، لدرجة إن أنا كان شغل المستشفى بيجيب لي قرشين، ولما كان بيجيبهم كنت بروح أديهم له. كنت دايما بقول له حاول تبني البيت بدل ما بتطين بالبلوك، وانت مش ناوي تتجوزني ولا ايه؟ خلاص وقعت معاه في المحظور، فممكن أجيب طفل في أي وقت. فعشان كده قلت له لازم أتجوزك، وفعلا اتجوزته وعشت معاه أجمل أيام حياتي. وسبحان الله يعني اتعلمت درس كبير جدا، إن الست مش لازم تتجوز واحد غني أو أبيض، أهم حاجة الشخصية، طالما شخصيته كويس وراجل وقد المسؤولية ويعتمد عليه. خلاص عشت مع الراجل ده 7 سنين، وربنا رزقنا بالذرية الصالحة، وحياتي بقت جنة معاه. بس اكتشفت حاجة بعد كده، إن هو للأسف مريض نفسي. دي المفاجأة اللي أنا ما كنتش متوقعاها. لما سألته إيه سبب المرض النفسي اللي عندك؟ قال إن والله حصلت لي عقدة نفسية من الستات بسبب فقري وقلة حيلتي. كنت بحب واحدة كانت غنية وبنت ناس، فأبوها حرمها مني بسبب الفلوس، وبعدها اتجننت. حسيت إني لا شيء، حسيت إني نكرة، محدش سائل فيا ولا حد عايز يقدرني بسبب إني فقير. وبعد كده يا جماعة اللي حصل ما كانش في الحسبان. هل بعد ما عرفت إنه عنده مرض نفسي أكمل معاه ولا انفصل؟ بس إزاي انفصل وأنا عندي ولد منه ونت زي القمر، ودي حاجة مشتركة بيني وبينه. فبتمنى يا جماعة، أنا بصراحة حبيته، تعلقت بيه، بس أوقات كانت بتجيله حالات غريبة. هو مريض نفسي، فمش عارفة أتصرف إزاي. أنا قلتلكم قصتي النهاردة علشان تقولولي أتصرف إزاي وعامل إيه. وبتمنى يا جماعة قبل ما أنهي القصة تعملوا لايك للقصة واشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد، وأشوفكم في قصة وحكاية جديدة. مع ألف سلامة.